بيبدأ الفيلم على اتنين بيتكلموا عن واحد هيحكم العالم والتاني هيحكم الكون كله عن طريق حاجة اسمها تساريد. وظهرت مؤسسة سرية بتؤمر بإخلاء العاملين بتوعها، ووصلت هليكوبتر ونزل مدير المؤسسة وسأل عن سوء الأمر، وقال له المسؤول إن الدكتور سيلفيك هيعمل اختبار على مكعب التساريد، بس المكعب اتحرك لوحده، وقال له لازم نخلي المكان خلال نص ساعة بس. ونزل المدير للدكتور اللي قال له إنها مصدر طاقة وبتشتغل لوحدها، ونزل لهم العميل بارك وكلموا المدير وقال له إنها بوابة وممكن تدخل أي حاجة عندنا. وفجأة اشتغل المكعب وبدأ يطلع شعاع كبير قوي، وانتهى الموضوع فجأة، ولقوا واحد واقف ومعاه رمح وبدأ يضرب فيهم بالسلاح اللي معاه وما بيتأثرش بالرصاص بتاعهم. وبعد ما خلص على معظمهم العميل بارك راح يضربه، مسكه وحط سلاحه على صدره واتغير فورا، ومعرفش عمل له سحر ولا ايه، وبقى معاه فورا. ولما شاف المدير الكلام ده اتوهم زي كده، ومسك المكعب سبب المشاكل دي وحطه في شنطة وراح يمشي بيه. وقفوا الراجل فورا وقال له هات المكعب عشان انا عاوزه، وعرفه ان هو لوكي من أزاجارد. وقام الدكتور وعرف انه اخو ثور اللي المفروض ان هو بيحمي الارض، وقال له المدير مفيش مشاكل بيننا وبينكم. قال له لوكي مفيش مشاكل بين النمله والجزمه. قال له انت هتدمرنا؟ قال له لا، انا جيت اخليكوا سعداء بالحريه. وفجاه حول الدكتور كمان بعصايته وقال له المدير اللي اسمه فيوري انت كذاب. واتدخل العميل بارك وبلغ لوكي ان المدير بيماطل لان المكان هينفجر وبيحاول يقتلنا معاه، وضرب طلقه على فيوري وخدوا الشنطه ومشيوا، وركبوا عربيه وشافتهم عميله وضربت عليهم النار، بس هربوا منها وركبت عربية علشان تلحقهم. وأمرهم فيوري يقبضوا عليهم ويجيبوا المكعب، واتحركت العربيات وراهم، ولوكي بيخلص عليهم بعصايته، وبدأ المكان كله ينهار. وركب فيوري هليكوبتر وطار بيها والعميلة بتطاردهم، وفجأة انفجر المكان كله انفجار شديد جدا. واخيرا طلعت عربيه لوكي من النفق، وحاول فيوري يضرب عليهم نار، بس لوكي ضربه بعصايته ووقع الهليكوبتر ونط منها فيوري، وهرب لوكي واللي معاه. وبلغ فيوري ان مصدر الطاقه مع الاعداء، وامر كل الفرق يدوروا على مصدر الطاقه ويجيبوه. وطلب من العميل كول يرجع القاعده ويبلغ ان احنا في حاله حرب من المستوى السابع، ونروح للروس. وكانوا بيعذبوا في العميله اسمها نات. ورن التليفون واتكلم رئيسهم وكلموا كول وهددوا انه هيفجر المكان كله من قاعده صواريخ قريبه، وقال له اديني الست اللي انت بتحقق معاها. ولما كلمها عشان ترجع قالت له انها بتشتغل وهم بيعترفوا بكل حاجه، وكانت هي اللي بتحقق معاهم. ولما اقنعها بدأت تضرب في اللي بيحققوا معاها، وحررت نفسها وكملت عليهم وخلصتهم كلهم. والبت دي جامده قوي، وشعلقت رئيسهم في الاخر ومسكت التليفون ومشيت. وعرفت ان بارتن عايش، وطلبوا منها تروح للضخم وهو هيروح لستارك. وراحت العميلة نات وقابلت الراجل الضخم اللي هو الرجل الأخضر يعني، وسألته انت بتسيطر على نفسك ازاي؟ قال لها دي مشكلتي. انت جيت لوحدك؟ قالت له ايوه. وعرفته بنفسها انها العميلة ناتاشا، لان شيلد عايزه وفيوري كمان بيثق فيه، ولو رفض يروح هي هتساعده. قال لها ولو رفض التاني؟ حكيت له عن اللي حصل وان التساريد مفقود، وانه لازم يلاقيه لانه بيرسل طاقة جامع قليلة جدا ومفيش حد غيره هو هيلاقيه. وسألها هو فيوري مش عاوز الوحش؟ قالت له لا. وفجأة اتعصب عليها وطلعت مسدسها فورا، هداها، وهي اتكلمت في سماعتها للجنود يبعدوا، وعرف انها مش لوحدها. ونروح للمدير فيوري في جلسه مع المستشارين، وبلغوا ان الحرب دي كبيره، وسالوه هل لوكي لوحده في الحرب دي ولا أزاجارد كلها؟ قال لهم لا، هو لوكي لوحده. وسالوه عن ثور اخوه، قال لهم انه بعيد عنهم وما ينفعش يقولوا له ساعدنا، وبلغهم ان فريقه لازم يدافع عن الارض. اعترضوا على كلامه عشان هيسيب مصير الارض لشويه خارقين. قال لهم احنا محتاجين فريق رد فعل ومش هنسيب حاجه لحد. وحسم الامر وقال لهم الحروب بننتصر فيها بالجنود مش بالعواطف بس. وظهر كابتن امريكا بيتدرب وبيفتكر مشاهد قديمه، واتعصب وبوظ كيس الملاكمه بتاعه وعلق واحد غيره على طول، وبدأ يكمل. وجاله فيوري وكلمه انه بقاله 70 سنة متجمد، وحكى له اللي حصل واداله ملف، وانهم لقوا المكعب بس اتسرق منهم وبيحاولوا يرجعوه تاني. وحكى له على كل حاجة. ونروح لستارك اللي خلى البرج بتاعه منارة للطاقة المتجددة. ووصل البرج بتاعه وقعد يكلم المساعدة بتاعته حبيبته يعني، ولسه هيحتفلوا جالهم كول ودخل عليهم واداله ملف يراجعه، وخدوا منه المشروب بتاعه، وكلموا عن مهمة المنتقمين اللي هو رفضها قبل كده.
وشغل الفيديوهات كلها مرة واحدة، وقالت له حبيبته انها هتسافر، وهو قال لها هخلص شغل بسرعة، ووعدته لما يخلصوا يحتفلوا مع بعض وسابوه يذاكر. ونروح للوكي اللي جات له مكالمة مستعجلة من بره الارض، وبيتفقوا فيها يحاربوا الارض ويستولوا عليها وهيدوا له جيش، وهددوا بعض هما الاتنين. ووصل كابتن امريكا للسفينة وقابل العميلة رومانوف اللي هي نات، وقابل الدكتور بانر كمان وسلم عليه، وبلغتهم نات يخشوا السفينة اللي بدأت تتحرك وطارت كمان واختفت. وفيوري قابلهم واداله الكابتن فلوس عشان يلعب على الكمبيوتر. بص انت يعني اعمل اي حاجه، العب ضغط العب ضغط. وفيوري راح للدكتور بانر اللي قال له همشي امتى؟ قال له لما نلاقي مصدر الطاقة. وفورا الدكتور بانر امرهم يستخدموا كل الاقمار الصناعية ويدوروا على اشعة جاما، وخدوه على المعمل بتاعه. ونروح للدكتور زيلفيك ومعاه بارك، وجالهم لوكي وبلغوا انهم عملوا خطة. ونروح لفيوري اللي بلغ واحد منهم انهم لقوا مكان لوكي في المانيا. وفيوري قال للكابتن روح هاته. وكان في حفلة موسيقية، وبدأ بارك يخلص على الجنود، ووصل لوكي وخلص على واحد ومسك التاني وقتله بجهاز كان معاه. والناس كلها طلعت تجري، وبارك خد جهاز من المكان، ولوكي لبس بدلته وطلع للناس اللي اتجمعوا وقال لهم اركعوا، وقعد يخطب فيهم انهم محكومين دايما وهو هيديهم الحرية ويحكمهم. وقام له راجل عجوز وقال له ايوه محكومين بس مش بامثالك. وراح لوكي يضربه بعصايته، وصل الكابتن وصد الضربة بتاعته ووقع لوكي. ووصلت طيارة نات كمان وامرته يستسلم، بس لوكي ضرب النار عليها وبدأت المعركة بينهم وقعدوا يضربوا في بعض. ودخل ستارك فجأة وضرب لوكي اللي وقع وقلع هدومه واستسلم. وخدوه معاهم في الطيارة للسفينة، وفجأة حصل برق واهتزت السفينة، ودخل ثور واخد اخوه ونطوا من الطيارة، ونط ستارك وراهم ولحقوا الكابتن بعد ما حذرته نات انهم اسطوريين. وبدأ ثور يتعصب على أخوه وعاوز المكعب، وبلغوا إن أبوهم مات، وواضح إن في مشاكل كتيرة. وفكروا ثور إن هم أخوات وإن الأرض تحت حمايته. اتريق عليه لوكي لأن البشر بيقتلوا بعض، وقال له إن هو هيحكمهم لأنه ملك. اتعصب عليه ثور علشان يرجع بيته، وفجأة جه ستارك وطير ثور اللي قام وبيقول له ما تلمسنيش تاني، ومسك مطرقته ورماها عليه وطيره. ولسه هيعملها تاني ضربوا ستارك ضربه وطيره، وراح مسكه وضربوا ثور بالبرق، واشتغلوا ضرب في بعض وكسروا بعض، وثور عمال يعجن فيه. وفجأة وقفهم الكابتن وقال لثور يستسلم، بس ثور ضرب ستارك ونط يضرب الكابتن اللي صد الضربه وطير ثور بعيد. ولما قاموا الثلاثه اتفقوا اخيرا وراحوا للسفينه وحبسوا لوكي في سجن، وبلغوه ان هو سجن جامد قوي. وقعد لوكي يكلمهم عن الدكتور بانر انهم جايبين وحوش تحميهم وتدافع عنهم. رد عليه فيوري انه بيهدد الارض كلها ولازم يوقفوه، وقعد لوكي يستفزه. ونروح للكابتن اللي سأل ثور عن خطة اخوه، وقال له ان هو عنده جيش وهيدمركم. وخد الدكتور سيلفيك علشان يفتح بوابة للجيش اللي جايله، وقال لهم الدكتور بانر ان هو مجنون، وقال لهم ثور انه اله واخوه كمان. قالت له نات انه قتل 80 واحد في يوم واحد. قال لها احنا اتبنيناه يا راجل. ودخل لهم ستارك وبدأوا يتناقشوا في اللي محتاجه لوكي. وبدأ الدكتور بانر وستارك يشتغلوا في المعمل وشكوا بإبرة علشان يشوف هيتحول ولا لأ. وجاله الكابتن وزعق له لانه بيهددهم كلهم بالخطر. بس ستارك قال لهم ان فيوري بيخفي اسرار عنهم كتير، وقال لهم الدكتور بانر ان لوكي عاوز يعمل حرب وفيوري عايز يطفيها. وقال لهم ان لوكي هدف برج ستارك لانه فيه مولد طاقه قوي جدا. وقال لهم الكابتن ان لوكي عاوز يفرقهم ولازم نتبع الاوامر، وسابهم ومشي. ونروح لفيوري اللي بيسال ثور انه يجبر لوكي يقول لهم على مكان مصدر الطاقه. قال له لا طبعا لانه هو عاوز ينتقم مني. وراحت نات عند لوكي تتكلم معاه عند بارك الصقر، فقال لها انه كويس. بلغته ان لما ينتصر هيعمل ايه معاه لانها عندها دين ليه، وحاولت تعمل معاه اتفاق بس هو قعد يستفزها. وفجأة قال لها انه هيخليه يقتلها، وعملت نفسها خافت وقالت له انت وحش. قال لها لا انت اللي جبت الوحش. وفجأة بصت له وعرفت انه هو هدفه الدكتور بانر، وبلغت اللي في السفينة كلهم انهم بيخلوا الدكتور بانر في المعمل، وشكرته وضحكت عليه يعني. وراح فيوري يكلم بانر وستارك علشان يعرف مكان المكعب، ووصل
ووصل الكابتن وجاب سلاح كمان، واجتمع الكل فجأة وقعدوا يتخانقوا لأنهم عرفوا إن فيوري بيصنع أسلحة دمار شامل. وقال لهم فيوري إن الأرض هجموها فضائيين كتير وعندهم أسلحة جبارة، وإحنا بنعمل كده علشان نحمي الأرض. وعمالين يتخانقوا مع بعض، وفجأة عصاية لوكي بدأت تنور وظهر بارك وضرب سهم متفجر على السفينة. والدكتور بانر قال لهم إنه حاول يقتل نفسه ومعرفش، ودلوقتي انتوا كلكم معرضين للخطر. وفجأة صفر الكمبيوتر ووصل ل 99%، وانفجر جناح السفينة وكله انبطح، واعلنوا حالة الطوارئ وكله اتحرك ولازم حد يخرج يصلح المحرك من بره. ودخل بارك على السفينة برجالته، ونات بتحاول تهدي بانر علشان ما يتحولش، وهو بيحاول كمان بس ما قدرش وتحول في الاخر. وبصلها بصة غدر وطلع يجري وراها في مشهد جبار، وعمال يكسر في كل حاجة حواليه، وفي الآخر وقعها. وفجأة جاله ثور وطيره واشتغلوا ضرب في بعض، وبيحاول ثور يكلمه وهو مش هنا. ونروح لستارك اللي بيحاول يصلح العطل هو والكابتن، وقال ستارك للكابتن يدوس على العصاية الحمراء لما هو يشغل المحرك. ونرجع لثور اللي مسك المطرقة وبدأ يضرب بانر بيها، واشتغلوا ضرب في بعض، وبلغوا طيارة علشان تضرب على الدكتور بانر لأنه اتحول، وبدأت الطيارة تضرب عليه. وفجأة نط على الطيارة والطيارة اترعب ووقعت الطيارة بيه، وجت عساكر للكابتن وقعدوا يضربوا عليه وساب مكانه. وظهر بارك وعمال يضرب سهام عليهم وخرب الأجهزة كلها وعطل المحرك التاني كمان، وبدأت السفينة تهبط. وبلغوا في السفينة إن العميل بارك بيخرب فيها ورايح ناحية السجن، واتحركت العميلة نات فورا، وبدأ ستارك يصلح المحرك. وراح ثور لقى اخوها يطلع من السجن ونط عليه ودخل السجن بداله. وخرج لوكي وكانت خدعه جامده قوي، ومسكت العميله نات بارك وبداوا يضربوا في بعض، بس نات كانت جامده جدا. وبدا لوكي يرمي السجن باخوه من السفينه، وطلع له كول وهدده، بس لوكي ضربه بالرمح بتاعه ورمى ثور فورا. ونات عماله تعجن في بارك وعضته في ايده، وراحت خبطه في حديده وافقدته الوعي اخيرا. ووقع ثور اخيرا بعد ما خرج من السجن، ولسه لوكي هيمشي ضربه كول بالسلاح بتاعه ومات بعدها. وستارك شغل المحرك اخيرا ونده على الكابتن علشان يخفف السرعه، بس الكابتن لسه بيقاتل. وفجاه قعد ستارك يتخبط في المراوح وكان هيتقطع، بس اخيرا لحقوا الكابتن وحرك العصايه، واتحرك ستارك ودخل السفينه وخلص على اخر واحد. وركب لوكي سفينته وهرب، وراح فيوري الكول اللي بيموت وقال له ان هو فشل والفريق كمان هيفشل لو ما لقوش الدافع، ومات اخيرا. وجمع فيوري اللي باقيين وبلغهم ان كول مات، وكانت معاه كروت علشان يوقعها من الابطال دول، وانهم حاولوا يعملوا فريق علشان يدافع عن الارض ضد اي عدوان تاني، بس فشل في عمل الفريق اللي سماه المنتقمون علشان يخشوا المعارك الجامده اللي هم مش هيقدروا عليها. بس للاسف هم ما تعاونوش مع بعض وخسروا. وفاق العميل بارك ونات بتكلمه وقال لها انه ما كانش في وعيه، وسالها ايه اللي عمله. حكت له انه عمل فوضى كبيره قوي ولازم كانت توقفه، وقال لها لوكي هيتحرك ولازم نوقفه. ونرجع لستارك وبيكلم الكابتن وبيتناقشوا في اللي حصل، وان لوكي بيدور على مصدر طاقه وبيحاول يفرقنا. ولسه بيكمل اكتشف ان لوكي عايز يستعمل البرج بتاعه، واتحرك فورا. وراح الكابتن لنات وبارك وقال لهم يلا ياض انت وهي علشان عندنا شغل. واتحرك الكابتن واللي معاه للطياره واتحركوا، وعرف فيوري انهم اتحركوا وامر يصلحوا كل حاجه علشان يراقب اللي بيحصل. ووصل ستارك للبرج بتاعه ولقى الدكتور سيلفيك وقال له يقفل الاله. قال له فات الاوان ومش هيعرف يوقفها. وضربها ستارك ضربه بس ما اتاثرتش، ونزل وقلع البدله بتاعته وراح للوكي اللي قال له انت عاوز تتوسل للإنسانية؟ قال له لا أنا جاي أهددك ياض. قال له الدمار جاي، هخاف من إيه؟ قال له المنتقمون، إحنا فريق من الأبطال ولو خسرنا الأرض أكيد هننتقم لها. قال له أنا عندي جيش. قال له ستارك إحنا معانا عملاق. وحاول لوكي يضم ستارك بعصايته، ولما ما نفعش مسكه ورماه من البرج، واتحركت الآلة وراه. وخبطت لوكي في طريقها ووصلت لستارك ولبس بدلته فورا ورجع للوكي وضربه. ولسه هيكمل عليه اتفتحت البوابة فجأة وبدأ الجيش ينزل من السماء، وبدأ ستارك يقتل فيهم، وبدأت الحرب مرة واحدة. ونزل جنود وقعدوا يضربوا في الناس واشتغل الدمار. ووصل ثور للوكي وأمروا يقفل البوابة وإلا هيدمروا، وبدأوا ضرب في بعض هما الاتنين، وبدأت الفوضى في كل مكان. وبدأت نات تقتل في الجنود بطيارتها، ولوكي شاف طيارتهم ووقعها بسلاحه وهبطت طيارتهم بسلام.
وخرجوا منها وشافوا سفينة عملاقة زي حملة صواريخ وجنود كمان، وبدأ الجنود ينزلوا منها ويقتلوا في الناس. وكلم ستارك الكابتن وقال له شايفها، وسألهم على الدكتور بانر، وراح ورا السفينة الكبيرة. وكلم ثور أخوه علشان يحارب معاهم، ومثل إن هو اقتنع وطعنه بالسكينة في صدره وضربوا ثور ووقعه، فنط على سفينة وطار بيها. وعرف الكابتن ان في ناس محتجزين وقرر يروح لهم، وبدأ لوكي يدمر في الناس. وجي كام جندي عند الكابتن وفريقه، وبدأ بارك ونات يخلصوا عليهم. وراح الكابتن وبارك بيحمي الناس، ونات بتضرب على الجنود، والشرطة كمان شغالة ومش عارفين يعملوا ايه. وصل الكابتن عندهم وامرهم يدخلوا العماير ويحموا الناس ويبعدوهم عن الشوارع. وقال له الشرطي اسمع كلامك ليه. وفورا وصل كام جندي وخلص عليهم الكابتن فورا، واشتغل الشرطي ينفذ كلام الكابتن على طول بعد ما شافه بيضرب العساكر. وستارك اتحرك قدام السفينة الكبيرة ولفت انتباهه وراحت وراه، وكله بيضرب في كله. ووصل الكابتن عند نات وبارك وخلص على كام واحد كده، وجالهم ثور وبلغهم ان طاقة المكعب بتشتغل من نفسها. ووصل الدكتور بانر اخيرا على موتوسيكل، وبلغ الكابتن ستارك ان بانر وصل. قال لهم خليه يتحول علشان هجيب لكم الحفلة وجاي عليكم. ووصلت الحفلة وتحول بانر فورا. Now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. وضرب السفينة بنية ودشملها وكمل عليها ستارك. ولما وقعت السفينة الجنود قعدت تصرخ، ووقف الفريق وعملوا دايرة حوالين بعض. ولوكي قال ابعتوا الباقي، ونزلت كذا سفينة كبيرة زيها. وقال لهم الكابتن لازم نقفل البوابة، ووزعهم وبدأوا يشتغلوا. وأمر ثور انه يقفل البوابة، وقال لبانر دمر كل اللي يقابلك. Smash. وفرح جدا واتحرك فورا. ونروح لنات اللي خلت الكابتن يرفعها لفوق، وركبت على مركبة صغيرة وقتلت اللي عليها. وظهر بانر على سطح سفينة كبيرة هو وثور، وعمالين يخلصوا على الجنود ووقعوها في الاخر، وخلصوا على كل الجنود اللي فيها. ولسه ثور هيستريح راح بانر ضربه بنية وطيره. يا عم ده معانا احنا ده. وسمع الكابتن ان في ناس محتجزين وراح عليهم وقعد يضرب فيهم جوه المبنى، والقنبله انفجرت ونط من الشباك علشان يحمي نفسه ووقع، بس انقذ الناس اللي خرجوا. ونروح لفيوري اللي بلغوا ان المجلس خد قراره انه يدمر المكان كله باللي فيه بصاروخ نووي، وبلغهم انه مش موافق لان فريقه لسه هناك، ولو ما نجحوش اتصرفوا لان في بدنيين كتير هناك. وشاف بارك نات وقال لها بتعملي ايه عندك؟ قالت له عاوزه مساعده لان لوكي كان بيجري وراها. وضرب سهم على مركبة لوكي اللي مسك السهم بإيده وراح مفجره بارك، ووقع على برج ستارك. ونات كمان لحقته ودخل بانر فجأة وضرب لوكي اللي اتعصب عليه قوي. وكان بانر مستغرب جدا لأنهم في حرب ولسه بيكلموا، راح ماسكه ومسح بيه الأرض وقعد يخبط فيه لحد ما عدمه العافيه، وقال له اقتلني ياض لو تقدر، وسابه ومشي. وراحت نات عند الدكتور سيلفيك اللي قال لها ان عصايه لوكي ممكن تقفل البوابه لانه صنع نقطه ضعف في العمليه. ونروح لستارك اللي دخل جوه سفينه كبيره ودمرها وطلع من الناحيه التانيه، وطلع له جنود وقعدوا يضربوا فيه. وبدا كل الفريق يتراجعوا لانهم تعبوا جدا، حتى الدكتور بانر اتلمت عليه سفن كتيره قوي وقعدوا يضربوا فيه. وكمان اتحركت طيارتين بدون علم فيوري اللي طلع وضرب واحدة منهم والتانية طارت. وكلم ستارك وقال له ان في صاروخ نووي هيتضرب على المدينة وقدامه 3 دقايق، واتحرك فورا وطلع الصاروخ وراح على المدينة. وبدأت نات تضرب بعصاية لوكي في مكان معين، وبلغت الفريق انها ممكن تقفل البوابة. ووقفها ستارك علشان الصاروخ اللي جاي، وشاف الصاروخ ومشي وراه ومسكه وطار بيه. وعند البرج طلع لفوق بالصاروخ وطلع بيه من البوابة، وفرح جدا فيوري وفريقه. وستارك خلصت الطاقة بتاعته وساب الصاروخ اللي انفجر في سفينة جيش الأعداء. وفجأة مات كل الجنود بتوعهم على الأرض كمان، والسفن كمان الكبيرة وقعت، وخلصت الحرب كلها فجأة. والكابتن قال لنات تقفل البوابة وقفلتها، ونزل قبل ما تقفل ستارك، وكان نازل بسرعة جامدة جدا. ونط بانر ومسكه ولحقه قبل ما يقع وحماه، بس ما طلعش صوت لما وقع على الأرض. وفجأة صرخ فيه بانر وقام مفزوع، وراحوا كلهم وقبضوا على لوكي اللي اتمرمط. واشتغلت الاخبار كلها ان المنتقمون حموا البشريه كلها، ومش عارف انا كنت فين ساعتها. لا والله.
وفرحت الناس كلها، وفي ناس تانية بتقول ان دول خطر ولازم يتخلصوا منهم. وبعدها خد سور اخوه وطاروا الازجارد والمكعب معاهم، وظهر المجلس وبيناقشوا فيوري على القرارات اللي هو خدها، بس هو كتمهم لانه كسب الحرب بالجنود بتوعه واداهم اجازة كمان لانهم بقوا خطر، لان في ناس شايفاهم كده. وفيوري بلغ مساعدته بانهم اتفرقوا ولو احتاجوهم هيلاقوهم قدامهم. انتهى فيلم النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الافلام الجديدة، واعمل لايك وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.